النهاردة هنتكلم عن كتاب غامض، واحد من أغرب الكتب اللي اتكتبوا في التاريخ. كتاب اسمه نيكرونوميكون، أو زي ما العرب سموه كتاب العزيف. الكتاب ده اتقال إنه مكتوب من شاعر عربي من صنعاء اسمه عبد الله الحزرد، واللي الناس كانت بتسميه العربي المجنون. الكتاب ده مش أي كتاب، بيحكي عن الموتى وعن الكيانات القديمة وعن حضارات سبقت الإنسان، وكتير من الناس شايفينه كتاب رهيب وغامض ومليان أسرار مش كل الناس عارفاها. لافكرافت قال إن الاسم جه له في حلم، ومن اللغة اليونانية معناه صورة عن قانون الموتى. لكن لو قسمنا الاسم الكلمات ممكن نلاقي معاني مختلفة، زي كتاب الموتى، كتاب أسماء الموتى، كتاب قوانين الموتى، أو حتى كتاب دراسة الموتى. يعني الاسم لوحده بيحسسك بالغموض والرعب اللي جوه الكتاب. الكتاب الأصلي اتسمى العزيف، والحزرد كتبه قبل وفاة لافكرافت بسنين طويلة. اترجم للغة الإغريقية بواسطة ثيودور فيلاتس، لكن النسخة دي اتحرقت سنة 1050 على إيدين البطريق مايكل الأول، بعد محاولات شنيعة من ناس حاولت تستخدم الكتاب لأغراض مرعبة. بعد كده اترجم للاتينية، لكن البابا كرقور التاسع أمر بإحراق كل النسخ سنة 1232. النسخ العربية اختفت تماماً، والنسخ الإنجليزية ظهرت في القرن ال16 وال17، لكن محدش يعرف مكانها الحقيقي. وبعض الناس بيقولوا إن في نسخة واحدة مخفية في مكتبة الفاتيكان، واللي يقدر يقراها هيفهم أسرار الكيانات القديمة. الحزرد ما كانش مهتم بالسحر لمعرفة المستقبل زي نوستراداموس، هو كان عايز يوثق التاريخ القديم. الكتاب بيحكي عن حضارات وكيانات سبقت الإنسان، وعن أجناس تانية كانت عايشة على الأرض قبل البشر. الكيانات دي حسب الكتاب كانت عايزة ترجع الأرض وتسترجعها من البشر، وقدرت تتقمص شكل الإنسان وتعيش بينهم وتتكاثر. الكتاب بيربط الأحداث دي بفقرات في سفر التكوين وكتاب أنوخ عن الملائكة اللي نزلوا الأرض واتجوزوا من البشر، وذريتهم اللي عملت فساد كبير على الأرض. وفي كمان أساطير بتقول إن في كائنات أسطورية كانت بتظهر للناس اللي عندهم القدرة على رؤية الكيانات، وبتحذر البشر من الاقتراب من أماكن معينة. لافكرافت أكد إن الكتاب مجرد خيال، لكن في ناس تانية مؤمنة بوجوده. أليستر كرولي الساحر البريطاني قالوا له إنه قرأ ترجمة الكتاب، وبعض كتاباته متأثرة بالعزيف. وفي سيدة اسمها سونيا كرين قابلت لافكرافت في نيويورك، وممكن تكون شاركته أفكاره عن الكتاب، وده ممكن يكون ألهمه في قصصه. وفي ناس شايفة إن العزيف ممكن يكون دليل على وجود عوالم تانية، وناس قليلة جدا قدرت توصل لمعلوماته الحقيقية. الكتاب فيه طرق لتحضير الموتى، رسم الدوائر والتعويذ، بس الحزرد ما كانش بيستخدمها فعلا. ده كله كان لتوثيق التاريخ القديم والحضارات القديمة، مش للتطبيق العملي. بس شوية أساطير شعبية بتقول إن أي حد حاول يستخدم التعويذ دي اختفى أو اتصاب بمكروه. نيكرونوميكون أو كتاب العزيف، كتاب غامض مليان أسرار بين الحقيقة والخيال. هل هو مجرد خيال ولا في أسرار مخفية جواه؟ اللي يعرف الإجابة يمكن يكون أنت.